سنة وانتم طيبين ورمضان ينعاد علينا وعليكم. في رمضان حتكون حلقاتنا مختلفة شوية، حنطبخ حول العالم. بس ايش، انا حكون في بلدي في جدة وحجيب العالم كله لبيتي. اليوم حبدأ بالأكل الصومالي، حنطبخ الأكل الصومالي وحنشوف قد ايش الأكل الصومالي أكل لذيذ. الناس كثيرة ما تعرف انه في السعودية او بالتحديد بجدة، يا جماعة هذه فتاة صومالية كوميدية جدا من مواليد السعودية ومرة تحب السوشي. ايش؟ طيب ناس كثيرة ما تعرف انه نحن في السعودية او في جدة بالتحديد في جاليات مختلفة من كل انحاء العالم، ولانه جدة بلد التنوع الثقافي حجيب الجاليات الموجودة بجدة واخليهم يطبخوا لنا اكل من بلدانكم. حنبدأ بالأكل الصومالي. انبسط. شوفوا ايش لابسة، شوفوا ايش الزي. هذا الزي ايش اسمه؟ درع؟ هذا الدرع تتلبس فين يا فرح؟ هذا الشيء اسمه قرقردة، وهذا الشيء اسمه درع، وهذا الشيء اسمه قربصار مصر. هذا كله اسمه ايش مع بعض؟ هذا درعة، هذا زي الصومالي اللي يتلبس في المناسبات. فرح كيف حالك يا فرح؟ وفرح الثانية. دحين البنات حيورونا كيف يسووا الأكل الصومالي. طيب أول شيء إيش حنسوي قاعدين؟ حنسوي الفطور. أول شيء الشفوت. الفطور. الفطور، واو. اللي هو عنشيرو. اللي هو إيش؟ عنشيرو. عنشيرو. طيب عبارة عن إيش؟ لحوح اسمه الصبر. هذا زي السمنة. سمسم. اللي هو الأصلي الأخضر. لونه أخضر. هذا كلها جاي من الصومال. هذه كلها منتجات من الصومال يا جماعة. البنات قاعدين يسووا لنا الفطور. الفطور